لو بتروح الجيم وبتلعب 3 في 10 و4 في 15 ومش عارف المفروض تلعب كام مجموعه وكام عده، في الفيديو ده هيساعدك كتير، بس كملوا معايا للاخر. انا النهارده هقول لك شويه نصايح ليك وليكي، يعني سواء انت بتروح الجيم او انت بتروح الجيم مش عارفه تتمرني ازاي، هقول لك شويه نصايح ان شاء الله باذن الله تساعدك انك تتمرني بشكل افضل. بص يا صديقي، اول حاجه عايزك تعرفها معايا التريننج فوليوم او الحجم التدريبي. الحجم التدريبي ببساطه شديده هو بيساوي الريبس في السيتس، العدات في المجموعات. يعني انا لو دخلت النهارده لعبت 10 مجموعات ولعبت مثلا فيهم 100 عده، يبقى لما هضرب ال 10% هيطلع لي 1000. ده كده حجم الوحده التدريبيه اللي انت لعبتها النهارده. خلي بالنا ان في حاجه اسمها الفوليوم وحاجه اسمها الفوليوم لود، يعني الحجم التدريبي والساعه التدريبيه. بس انا النهارده عايزك تركز معايا في كلمه الفوليوم بس. طيب نلعب كام مجموعه اسبوعيا؟ بص يا سيدي، اغلب الدراسات شافت ان احنا لو لعبنا في الرينج بتاع من 10 مجموعات ل 20 مجموعه اسبوعيا للعضلات الكبيره او المجموعات العضليه الكبيره زي الشيست على سبيل المثال، ده قد يكون كافي لتحقيق النمو العضلي. والعضلات الصغيره على سبيل المثال زي البايسبس او الترايسبس او اللي احنا غالبا بنسميها العضلات المساعده معانا في اغلب الحركات، نلعب لها تقريبا من 8 ل 12 مجموعه اسبوعيا. وخلي بالكم ما حسبناش الاندايركت فوليوم اللي هو مساهمه العضلات الصغيره دي في الحركات الكبيره او الحركات المركبه. الشده او الانتنستي او الايفورت يعني تعتبر من اهم المتغيرات اللي برضه لازم نكون عارفينها، وبصراحه هي من اصعب المتغيرات اللي بيتم تحديدها. ليه؟ لان انا المفروض عشان احددها، مثلا لما اجي اقول لك النهارده العب بنش بريس، هحط لك تمرينه مثلا زي فلات بنش بريس، على اي اساس احط لك الوزن اللي انت بتشيله؟ المفروض اكون عارف الماكسيمم ويت اللي انت تقدر تشيله، اللي هو 1 ار ام بتاعك. كلمه 1 ار ام اللي هو اقصى وزن اقدر اشيله لعده واحده، عشان اعرف احط لك بناء عليه مثلا عايزك تلعب 10 عدات فتلعب بال 10 ار ام، يعني ما يمثل 10 عدات من الوزن الاقصى اللي انت تقدر تشيله. طب المشكله ان دي حاجه صعب تطبيقها جدا خصوصا في الناس المبتدئه. نعمل عشان كده بنستخدم طرق مبسطه نوعا ما، حاجه اسمها الريبس ريزيرف او الار اي ار، هنعمل لها فيديو لوحده ان شاء الله مع الار بي اي اللي هو ريزيرف ريت اكسرشن او مستوى صعوبه التمرين. الاثنين دول مع بعض احنا بنستخدمهم مع بعض عشان نحدد شده التدريب. وعايزك غالبا دايما تحاول تبقى على بعد من عدتين لثلاثه من الفشل العضلي. انا عارف ان الكلام ده صعب جدا عليك لو انت لسه بادئ، والكلام ده فعليا مش موجه ليك قوي لو انت مبتدئ، الكلام ده موجه للمستوى المتوسط والمتقدم. عايزك على طول تركز انك تكون على بعد من عدتين لثلاثه من الماسل فيلير. تاني حاجه هقولها لك، ومش الانتنسيتي او الشده، خليها شويه، حاجه اسمها الريب رينج كونتينوم، او بالبلدي كده يعني رابطين العدات بالاهداف التدريبيه. يعني ده مقترح زي ماب كده او خريطه هتلاقيها تظهر قدامك دلوقتي، تقول لك والله لو انت متارجت قوه عضليه، فلو لعبت من عده واحده ل5 عدات او 6 عدات في المجموعه انت كده بتستهدف القوه العضليه. لو بتلعب من 6 عدات لحد 15 فانت كده في الزون بتاعت الضخامه العضليه. من بلس 15 ولحد 30 ريب في العده، يعني لو بلعب المجموعه الواحده 30 عده فانت كده في الزون بتاع التحمل العضلي. الفيديو الثاني من ملخص ازاي تصمم لنفسك برنامج تدريبي او ازاي تطور من مستواك التدريبي، او ليه ما تتمرنش 3 في 10 او بشكل بسيط، يعني ليه الابروتش ده مش افضل ابروتش او افضل توجه في كل الاوقات. احنا هنتكلم النهارده على حاجتين بس، على منحنى التكراريه او الفريكونسي وعلى معدل الراحه. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا فيه على حجم الوحده التدريبيه والشدات والريب رينج كونتينوم او اتمرن كام عده في التمرين. النهارده هنتكلم على التكراريه وعلى معدل الراحه. باختصار، الراحه من 30 ثانيه ولحد 5 دقائق بكل مجموعه والثانيه. يا نهار ابيض يا كابتن احمد، ايه الفرق الرهيب ده؟ حسب الهدف من الوحده التدريبيه. يعني انت النهارده لو بتتمرن بهدف القوه العضليه، بتروح تشيل تقريبا وزن قريب من اقصى وزن تقدر تشيله، طبيعي هينتج عنه حاجتين، انك هتحتاج تريح كتير من كل مجموعه والثانيه، وانك مش هتقدر تتمرن بحجم تدريبي كبير زي اللي احنا بنتمرن بيه في الجيم على سبيل المثال. الحاجه الثانيه منحنى التكراريه او اتمرن كل قد ايه. اغلب الدراسات شافت ان تمرين المجموعه العضليه مرتين في الاسبوع افضل من مره وافضل من 3 مرات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قال لك والله لو في ريكفري، لو في معدل استشفاء ما بين كل تمرينه والثانيه حوالي 48 ل 72 ساعه، فانت كده هتحقق افضل نمو عضلي. هل ده ملزم؟ لا. لا، امال ايه فكرته؟ فكرته بيقول لك النهارده على سبيل المثال لو انا بتمرن 20 مجموعه للشيست، قمت مقسم 10 يوم السبت و10 يوم الثلاث، بناء عليه هيكون ادائي في ال10 مجموعات افضل، هعرف العب باوزان افضل، وبناء عليه معدل الاستشفاء بتاعي هيكون افضل ما اتعافى من حمل ال20 مجموعه. فدي فكره ليه اتمرن مرتين في الاسبوع. طب هل ممكن اتمرن مره في الاسبوع؟ البودي بيلدينج ستايل يقول لك بيلعب حجم وحده تدريبيه كبير جدا في السيشن الواحده، بناء عليه الدومز او يعني يعتبر الالم العضلي بيكون عالي جدا، بالتالي الريكفري بتاعته بتكون عاليه جدا، اللي من 7 ايام ممكن توصل 10 ايام، بالتالي بيكرر تمرينته مره كل اسبوع. ده صح؟
وده صح. انت فين بقى من الموضوع ده؟ ده اللي انا عمال اقوله من الفيديو الاولاني، ان موضوع المتغيرات التدريبيه ده موضوع مرن وواسع وصعب ان المه في فيديو او في فيديوهين. فانت شوف انت قدرت تفهم ايه من كل اللي احنا شرحناه ده. لو محتاج اي مساعده ابعت لي وهرد عليك، ولكن اللي احنا قلناه ده يعتبر بدايه كويسه وفاونديشن واساس انك تبدا تفهم ازاي تشتغل مع نفسك في البرامج التدريبيه. ما تنساش لايك والفولو والشير والسيف، وما تنساش تعمل برضه منشن لاصحابك. عندك اي اسئله سيبها لي، واشوفكم على خير. سلام عليكم.